90 دقيقة في الكورة ساعات بتكون كفاية إنها تغير حياتك، وزي ما ممكن إن ماتش يخلي العيون كلها عليك ويفتح الأبواب لفرص جديدة، العكس برضه صحيح. ممكن ماتش واحد يغير مسيرتك كلها أو في بعض الحالات ينهيها خالص. في الفيديو ده هنشوف قصص لعيبة مسيرتها الكروية اتدمرت بسبب ماتش واحد. أول واحد معانا النهاردة هو سيموني زازا، اللعيب الإيطالي اللي كان لسه ماضي عقد جديد مع يوفنتوس ب 18 مليون يورو، وبسبب قرار غريب جدا في ضربة جزاء مسيرته اتدمرت. السنة كانت 2016 وكان ماتش ربع نهائي اليورو ما بين إيطاليا وألمانيا. الماتش خلص 1-1 وراح لضربات جزاء، وفي الشوطة التانية يجي زازا عشان يشوطها بأغرب طريقة ممكنة. اللعيب يتحرك ويفضل ينطط رجله بطريقة غريبة ويشوط الكورة اللي غالبا خبطت في حد من الجماهير وعورته. بعد الشوطة دي إيطاليا بتخسر ضربات الجزاء وتطلع من البطولة، ويوفنتوس تقول له مش عايزينك في الفريق وتبعته إعارة لويست هام. ده غير كمية التريقة والسخرية اللي اتعرض ليها على النت بعد اللي حصل. زازا في ويست هام لعب 11 ماتش بس بدون ولا هدف، واعتزل الكرة مع تورينو وهو 30 سنة بس. تاني لاعب معانا هو جوناثان وودجيت، المدافع الانجليزي اللي كان في فتره من احسن المدافعين في الدوري، وكان بينافس اسامي زي سول كامبل وري فرديناند، وقضى سنين ممتازه في الدوري الانجليزي مع ليدز ونيوكاسل. وبرغم مشاكله الكتيره مع الاصابات، بيريز حب يضمه لريال مدريد، وفي 2004 يمضي عقد معاه. في اول موسم مع مدريد وودجيت كان متصاب وما لعبش ولا ماتش، واول فرصه جات ليه كانت بعدها بسنه في ماتش في البرنابيو ضد اتلتيكو بالباو. بعد ما وودجيت نزل الماتش بيجيب جون في نفسه في الدقيقه 24، وبعدها ب 20 دقيقة ياخد كارت أصفر، وفي الدقيقة 66 يطرد. اللي هو حرفيا عمل كل حاجة غلط ممكن تتعمل في ساعة واحدة بس. اللي بيتابع كورة عارف جماهير البرنابيو في الفترة دي كانوا قاسيين ازاي. وبعد الماتش ده وودجيت ما يلعبش غير 8 ماتشات كمان مع مدريد في 3 سنين، وبعدها مدريد تبيعه لميدلسبرا ويقضي باقي مسيرته في انجلترا لحد ما يعتزل في 2016. وودجيت اعتزل وكل اللي في ايده بطولة واحدة بس، بعد ما كان مش بعيد لو لعب اول ماتش ليه مع مدريد حلو والاصابات ما كانتش مؤثره جامد عليه كنا نشوفه جنب راموس وفي سيناريو تاني خالص. تالت واحد معانا هو كاريوس، الحارس الألماني اللي اختفى عن العالم بعد ماتش كارثي. السنة كانت 2018 وكاريوس داخل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. الشوط الأول بيخلص 0-0، وفي الدقيقة 51 كاريوس يمسك الكرة بإيده ويجي عشان يباصي، ومن غير ما يكون في ضغط كتير عليه تلاقيه بيخبط الكرة في رجل كريم بنزيما عشان ترد وتدخل جون. وبرغم من سذاجة اللي عمله، الغلطة دي ما كانتش أسوأ واحدة ليه في الماتش. بعدها بنص ساعة بيلي يشوط شوطة من بعيد وتروح في ايد كاريوس، اللي ما تعرفش بقى من التوتر ولا الإحراج ايده قررت ما تشتغلش والكرة تعدي من بينها وتدخل جون. حالة كاريوس المأساوية بعد الماتش خلت بعض من الجماهير متعاطفة معاه، والجهاز الطبي طلع وقال إن كاريوس اتعرض لارتجاج في المخ بعد تدخل من سيرجيو راموس، وكان المفروض يطلع بعدها وما يكملش الماتش. بس للأسف الكلام ده مش هيغير اللي حصل. بعد الماتش ده كاريوس يختفي عن الأنظار ويروح الدوري التركي ما بيشتكاش لمدة سنتين، وحاليا بيلعب في شالكة في الدرجة الثانية في ألمانيا. وفي الخمس سنين من أول 2020 ولحد دلوقتي كاريوس لعب 7 ماتشات بس. الحارس حرفيا اتحول من لاعب عنده نسبة كلين شيت أعلى من دخيا إيدرسون وكورتوا لحارس احتياطي في الدرجة الثانية بسبب ماتش واحد. رابع لعيب في فيديو النهارده هو روبرت جرين، والخطأ ده كان في كأس عالم 2010. مدرب انجلترا ساعتها كان عنده حارسين، روبرت جرين وديفيد جيمس، وما كانش لسه محدد مين هيبقى الحارس الاساسي لانجلترا في البطوله لحد يوم الماتش لما قرر انه هيخلي روبرت جرين هو الاساسي ويجربه في الماتش ده. انجلترا كانت متقدمه 1-0، وفي شوطه عاديه جدا من كليد ديمسي الكوره تعدي ما بين ايدين الحارس بطريقه غريبه جدا وامريكا تتعادل 1-1. بعد ما الماتش ده خلص فابيو كابيلو قال له والله ما انت مفرق الدك، وما لعبوش ولا ماتش في باقي البطوله. الغلطه دي ضيعت على جرين فرصه انه يكون حارس انجلترا الاول في اكبر بطوله في العالم، اللي لو كان ادى فيها كويس ما كانش بعيد يجي له عرض من فريق كبير. بس العكس حصل، وبعد الغلطه دي الحارس ما لعبش غير 3 ماتشات كمان مع انجلترا. اخر لعيب في فيديو النهارده مش بس خسر مسيرته بسبب ماتش، ده خسر حياته. اندريس اسكوبار هو مدافع كولومبي، وفي 1994 شارك مع منتخب بلاده في كاس العالم، وفي تاني ماتش في دور المجموعات كان عندهم ماتش ضد امريكا واللي كانوا محتاجين فيها فوز او تعادل عشان يبقى ليهم فرصه في التاهل. وبما ان امريكا ساعتها ما كانتش قويه، فرصه كولومبيا في الفوز كانت اعلى، وده خلى اعداد كبيره جدا من الكارتيل الكولومبي يراهنوا بمبالغ كبيره على الماتش ده. بس لسوء حظهم او لسوء حظ اندريس، في الدقيقه 35 من الماتش بيسجل هدف في مرماه، والمنتخب الكولومبي يخسر الماتش ويودع البطوله. في اي بلد تاني اللعيب ده كان هيتهاجم من الجماهير والصحافه والموضوع يعدي، بس بما ان الخطا ده خسر الكارتيل الملايين، بعد الماتش باسبوعين بس اندريس اتضرب بالنار 6 مرات. غلطه ما خدتش 3 ثواني في ماتش كوره تاني حياه المدافع الشاب. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات لو في لعيب تاني حصل معاه نفس الموضوع ده وانا نسيته، وممكن تشوف فيديوهات التانية من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.